ثم ذكر ابن كثير رحمه الله هذا البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث سعد بن أبي وقاص. ولنسجل ملاحظة أن البعوث هذه تنسب للقائد الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، فيقال بعث حمزة، بعث عبيدة، بعث سعد، فينسب البعث إلى من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على ذلك البعث. قال: وبعث سعد بن أبي وقاص في طلب كرز ابن جابر فيما قيل، لأنه اختلف في هذا البعث، بعث سعد هل كان لإدراك أو طلب كرز بن جابر، فهذا قول، وقيل غير ذلك كما أشار ابن كثير، وقيل بل بعثه لغير ذلك. قال ابن إسحاق في السيرة: بعثه أي سعد بن أبي وقاص في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز بالقرب من الجحفة. ولهذا أيضا تسمى هذه السرية سرية الخرار في بعض المصادر، سرية الخرار. فهل كانت لطلب كرز بن جابر الذي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في إثره إلى بدر الموعد ولم يدركه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بعث سعد لإدراك كرز هذا أو لأمر آخر؟ الله تعالى أعلم بذلك. نعم.